يا مساء الفل. فلوج جديد وماتش الزمالك وسيراميكا ونص نهائي كاس مصر. ماتش جاي في ظروف صعبه كالعاده، يعني الزمالك ما بيعدلوش ماتش من غير ما يكون فيه ظروف صعبه. المره دي بقى هو الترند بتاعنا هو كابتن زيزو، هل هيجدد ولا لا؟ ريان معانا النهارده ضيف شرف في حلقه انا في المدرج. تشجع مين النهارده يا ريان؟ برافو كابتن جورج. كابتن زي ما حاسب جورج العربيه. سامع كده بس ان هو يمكن ما يبداش بزيزو. ايه رايك في القرار ده لو خده؟ ما اعتقدش هيعملها، بس بيحاول يحط التاتش يعني، بس ما اعتقدش الراجل ده ما بيفتيش وما بيحبش يفتي. واعتقد ان هي اشاعه، يعني الراجل كويس يعني الاشاعه دي طالعه من عند العبد لله. لا يعني قصدي لو طلع الكلام فهتلاقيه بس هو الراجل كان بيفكر قبل المحاضره وقال لزيزو اللي هو عايز يريحه، عشان زيزو اكتر لاعب لعب في الزمالك ماتشات في الفتره اللي فاتت، خصوصا الماتشين الدوليين لعبهم اساسي. يعني هو مش مصاب، هو قلقان ان الماتش يوصل ل 120 دقيقه. لا، ما هو لو ما لعبش زيزو الماتش مش هيوصل اساسا. لا، نص ساعه هنروح يعني. ماشي، خلينا نشوف كده ايه اللي ممكن يحصل. استنونا شويه ونبقى في الاستاد ان شاء الله. سلام. كابتن عامل ايه؟ الحمد لله. منور القاهره، انت لسه طيارتك كانت النهارده واصريت انك تحضر المباراه. لازم طبعا. ايه رايك في التشكيل؟ شفت زيزو دكه، ايه رايك؟ لا والله انت لسه متفاجئ دلوقتي؟ فاجئتني. هو فاجئنا كلنا بسيره يعني. كابتن سويلة، كابتن بنا، احنا رايحين النهارده على شرف سويلة يا جماعه في غرف الضيافه. يا كابتن بنا، الشرف لينا ان احنا معاك يا كابتن بنا. حبيبي يا كابتن سويلة، حبيبي يا كابتن، كل سنه وانت طيب يا كبير. ان شاء الله نكسب باذن الله، والنهارده جينا عشان زيزو. السلام عليكم كابتن زيزو. ايه ده؟ مساء الفل. داخلين فندق استاد القاهره. استاذ احمد سمير صاحب الواجب ده كله. استاذ احمد ازيك، اخبارك ايه؟ استاذ محمد البنا صحفي معروف كبير. مصطفى اخويا استاذ رضا. انا جايب اللعيبه كلها. علي ازيك يا علي، اخبارك ايه؟ 5000 مشجع احنا وصلنا. هم 5000 تذكره، 5000 هيكملوا هم شويه دول. محدش هيوقعك. في جوله سريعه يا جماعه للهوسبيتاليتي بتاعت استاد القاهره، ضيافه. تعالوا نشوف اللي هيحصل لما نفتح. كابتن جورج، ايه رايك في تجربه الفي اي بي في استاد القاهره؟ حزين صح؟ الراجل كان بيقول لنا كاس مصر استاذنكم بس تقعدوا في المقصود. هم مش في النص الثاني؟ هم مش في النص الثاني؟ ايه؟ هم مش في النص الثاني؟ مين اللي مش في النص الثاني؟ النص النهائي الثاني. لا، الاهلي ما انسحب من الكاس، فما مش السنه دي ما بيلعبش في الكاس. انسحبت وكده. الصور الناس حزينه عشان الاهلي الكاس فعلا ملوش طعم. طبعا احنا لو قدر الله حصل لنا حاجه الفيديو ده مش هينزل عشان نبقى عارفين. ده لو الاهلي هاجي احضر في البنا النور دي كلها كابتن. حبيبي يا زولا.
الماتش ها. ضربة الجزاء دي ضربة جزاء راح يشوفها، راح يشوفها ان شاء الله يا رب. بيلين ان شاء الله. ايه يا جدعان جايب رجله يا جدعان، عد اهي الكرة جوه المنطقة، عايز ايه؟ عايز ايه يا جدعان؟ بيلين والله. ايه كل ده؟ ايوه الحكم مدير ايه؟ ها؟ اعمل علامة فار. ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء. يا هند راسي، يا هند راسي. يا رب عبد الله انذار، وادى انذار كمان. يا رب يا رب يا رب يا رب. بص يا خايف. بص يا ريان، بص يا ريان، قول يا رب يا ريان. بين الشوطين الزمالك 1 وسيراميكا 0. بدون ضربة جزاء عبد الله السعيد. البنك كلها 4 في النص يعني بيراميدز كمان. بيراميدز كام؟ 4 و3 4 0 4 و3 حاجه يعني شوط اول بس. طيب ماشي. فاحنا كده غالبا بيراميدز هو الطرف النهائي الاول، اتحسم خلاص من الشوط الاول. احنا لسه ربنا يكرم. كابتن جورج المستكاوي، يا استاذ بنا، ايه رايك في الشوط الاول؟ انا بس عايز اقول حاجه، ان استاذ سعيد مارتينيز ده المفروض يعني اللي هو يمسك رئيس جمهوريه هندوراس خلاص. يكمل بس على كده، نكمل بس على كده يعني. الراجل فير جدا وحتى الان فير مش عشان ضربه الجزاء والله ولا حاجه، بس يعني الماتش ماشي كويس. اتمنى بس ان زيزو ينزل بقى، يعني لازم زيزو ينزل ويظبط في الملعب شويه، يظبط خط الظهر شويه، بنضرب بحاجات سهله. يعني ان شاء الله خير الشوط الثاني. هل انت ان هو يطلع شحاته ويرجع عبد الله ورا وينزل زيزو زحمه ولا يطلع الونش او مصدق انا بالنسبه لي يطلع حد من الثلاثه اللي ورا، ويلعب 4 2 3 1. غالبا هو يطلع مصدق، ما اعرفش ليه، مع انه احسن من الونش يعني. بس هو ممكن او يطلع الونش يعني، بس هي الافضل دي كده. وعبد الله شويه يقرب بس من حته ال 18 دي، تحسه بعيد شويه، او ما يديلوش كوره كتير او كده يعني. في توهان كده في الحته دي. هل زحمه بقى ما بينه وما بين شحاته ولا ايه؟ بس يعني محتاجه يظبطها برضه في نص الملعب يعني. اخر سؤال يا كابتن جورج، ردك ايه على ان التحكيم الاجنبي الزمالك خايف منه؟ لا هو مش خايف منه، هو مين قال انه خايف منه؟ على طول هو على الوقت بيشكي من التحكيم المصري وعلى طول كده. هي الفكره وهل ال 120,000 دولار ولا ال 100,000 دولار اللي اتدفعوا دول حلال ولا فيهم حاجه؟ هي الفكره كلها زي ما احنا بنشكي مثلا من ارضيات الملعب زي برج العرب ولا كده. انت جيت في مره قلت والله لو هتلعبوني على الارضيه دي مش لاعب وهنسحب. خلاص يا عم براحتك، انا مالي، انت لبست نفسك في حاجه زي كده. هل لو انا رضيت العب على برج العرب بعد كده تقول لي ايه ده؟ يعني انت حابب الارضيه ولا حابب البتاع؟ لا انا مش حابب. فرضت عليا. فرضت عليا بتاع، زي ما مليون حاجه انا معترض عليها. انا معترض على تحكيم، معترض على دخول الجماهير، ونفسي الساعه تبقى مش عارف ايه، نفسي الملاعب تبقى احسن، معترض على المواعيد، بتحط لي ماتشات الساعه 4 الظهر ومش عارف ايه، ويوم الاحد وفي وسط الاسبوع. انت جيت بقى في مره بتقول لي انا هنسحب في كده، خلاص انت لبستها لك يا سيدي.
وكده. انا هقف معاك ليه؟ ولا انت واخد موقف وقلت انا مش لاعب عشان انت راح ماتشات تمسك الساعه 4. السلك العريان، انا همنعك ليه؟ ساعتها اقول الله السلك العريان ده اجمل حاجه في الدنيا وبتاع، وشيل انت الليله. لكن انا مش هتضامن معاك في قضاياك وانت يعني بتقف معايا في حاجه ماليش علاقه بيك اصلا يعني. بالظبط. يلا نستنى نشوف التغييرات كده بين الشوطين، استنونا في الشوط الثاني. خد منها ضربه جزاء، فنتمنى ان هو الوضع يفضل كده، نحاول نمسك كوره شويه، نقل لعب الشوط الثاني، وفريق سيراميكا مع الوقت هيبدا يفتح هجوم اكتر، او يفتح خطوطه اكتر، تقدر تغيير مين؟ طبعا انا من وجهه نظري يثبت تشكيل زيزو مكان ناصر، مش مكان ناصر ماهر. مكان ناصر ماهر مش شحاته. انت محتاج مجهود شحاته في نص الملعب. طب ما انت كده ما عملتش حاجه، يعني انت كده هيفضل عبد الله وينج برضه. بس زيزو الى حد ما بيقدر ياخدك من ورا لقدام، يسحبك من ورا لقدام. ايوه ماشي، ناصر ما بيعملهاش الشوط الاول بس. لا. بس عبد الله انت عبد الله هو اللي جاب البيرن، بس كان في مساحه. ايوه استغلها. انت لكن مش العادي ان انت تقلبها 4-4-2. لا 4-2-3-1 العاديه. 4-2-3-1 وتطلع الونش او تسحب مصدق وتنزل زيزو ويبقى ناصر في الملعب وزيزو في الملعب. بس لحد ما انت راجل كسبان. انا شايف انا ميال لدي. انا ميال لدي. انا شايف واثنين مش معناها ان انا بغامر بالهجوم. يعني في ناس دايما تقول لك ايه، انا بلعب بثلاثه انا كده بدافع. لا انت كده مش بتدافع. ايوه ملهاش علاقه. على حسب وقفتك وعلى حسب تعليماتك ايه. بس يعني انا شايف ان احنا شكلنا كويس كشكل دفاعي في الشوط الاول، فانا مش عايز العب في الحته اللي ورا دي خالص. دفاعي كويس؟ لحد كبير. انت واقف كويس الى حد كبير. احنا كنا هنضرب بواحده لولا صبحي الحمد لله شالها يعني. انا مش عايز افتح مساحات ورا، ان انا لما اسحب برضو الونش او اسحب مصدق وانزل مكانه زيزو، من وجهه نظري ان هي ممكن الدنيا تفتح منك شويه، عندك مساحات في العمق بتاعك. فبرضو هو ادرى بالشكل الفريق وشكل الدفاعي بتاعنا. بس انا من وجهه نظري لو في تغيير زيزو لازم يبقى موجود، وهيبقى موجود مكان ناصر، ما يسحبش شحاته خالص. وممكن مكان عبد الله على حسب برضو، يعني عبد الله قادر يدي اكتر من كده ولا لا. برضو احنا مش عارفين عبد الله لسه راجع، الدنيا معاه عامله ازاي، فبرضو الحاجات دي هو الادرى واحد فيها. فخلينا نشوف ان شاء الله ونامل ان الدنيا تفضل ماشيه كده، ونخطف جول تاني ونريح بيه بقى عشان بيراميدز خلاص صعد من الشوط الاول كسبان 4. ده اللي جاي بقى يعني. فخلينا النهارده ربنا يستر ونعدي على خير ان شاء الله. حبيبي يا زول، حبيبي يا كابتن بلد. جورج هحطها في نفس الزاويه ولا لا؟ حطها في زاويه معاكسه. عبد الله ما بيغيرش. عبد الله ما بيغيرش. بس قول جملتك بس بتاع ما بيغيرش. لا ما قلتها، هو قلت ما بيغيرش. مش طالبه. ما بيغيرش. على فكره يكون مايل شويه ناحيه اليمين. لعبها على شمال بسام. اول ضربه جزاء يضيعها عبد الله مع الزمالك. زيزو نازل اهو، دقيقه 57. الزمالك عايز الكاس.
السيناريوهات دي بتحصل امتى يا جورج؟ انت قلت كلمه مش عايز اقول لك قولها قلت ايه؟ قال لك طالما جاب في الدقيقه 90 يبقى ده مؤشر خطر. مش هقول بقى. وحشه قوي. نعم هو اسمه سعيد ايه؟ سعيد مارتينيز. نعم لسعيد مارتينيز رئيسا للهندوراس. لو راجل انساحي لو راجل انساحي هلا اقول له يا مالك عايز الكاس. يا جدعان زيزو يا جدعان. زيزو اولي 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 زيزو زيزو اولي 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 زيزو زيزو. ورا الزمالك بالميلاد عشنا معاه الذكريات. احنا بنرجع بيسيرو. بص بيسيرو بس انا مش تعالى يا سيدي. عم